السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة طلعنا لكم بهذه القصيدة العصماء من الولي الصالح وشاعر الجالية ببلجيكا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. راجي من عند ربنا تنال إعجابكم أنتم وهو الأولي وتوصل مولد فخامة رئيس الجمهورية. قلت: المطر على الأرض الجرداء أنت يا عيد، فأهلا بك وسهلا تطعم الجائع وتغني المزارع وتؤمن لنا العيش الروض. المطر على الأرض الجرداء أنت يا عيد، فأهلا بك وسهلا تطعم الجائع وتغني المزارع وتؤمن لنا العيش الروض. عيد الفطر وزكاته لمن لا يدري أمر غذائي وأرزاق لا تعرف الفناء ولا الفند. تلك حكمة ربانية إخراجها من عيش البلد والبلاد، ضمان للأمن الغذائي وتوفير للعمل ولهم عيدا وأعيادا، حتى لا تبقى عندهم حبة واحدة بعد العيد، ذاك عهدنا لهم ونفي بالعهود العهودا. وكذلك هو يوم عيد الأضحى المنمي، لا تقلق فعهد أمتك رباني أحدا. وبذلك نضمن لأنفسنا الغذاء والعمل الدائم الخالدا، ومن يدفع زكاته ويضحي أضحيته من غير بلاد الإسلام والمسلمين شيطانا ماردا. الجهل أقنعه والخيانة والعمالة، فلا زكاة أخرج ولا أضحية ضحاها، بل عذابا سرمدا. كونه نقل لهم الأرزاق وجعلنا نأكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نصنع، حميرا ودوابا وديدانا ودودا. فعليه من الأمة لعنة تصاحبه أينما حل وارتحل مجرما نمرودا. فخامة رئيسنا هو أول من سيخرج زكاة فطره طعاما من مزارع البلد مؤكدا، ويقدم لهم بذلك دعما سخيا. أنتم أهل الأمن والأمان والعيش الكريم الروضة. ومن يخالف أمره فقد أثبت عمالته وخيانته، ويرهن الأمة للأعداء وللشياطين مجددا. فاللعنة كل لعنة على أهل دفيز أولئك أهل التهريب والخراب والتشرد. فالحمائية هي شعار العالم اليوم، ورفع الجمركة وبناء الأسوار والترصد. أنتم يا فخامة الرئيس تدفعون بهذه الفتوى للإفتاء، فلا بد أن نقف عند مفهوم الأعياد بالشرع ونتقيد.